في بيوت كتير بيبدأ الطلاق برسالة واحدة أو لايك أو حتى كلمة أنت ليه فاتحة الموبايل للصبح؟ الكلمة دي بتتقال كتير جدا. الشك يا جماعة، الشك نار، لو دخل بيت صعب يطلع منه. دراسات بتقول إن 15% من الطلاق في مصر بسبب الشك والغيرة. النسبة دي مش صغيرة، يعني من كل 10 بيوت بيتفكك بيت ونص. السبب فيه هو التليفون. القصة يا جماعة اللي أنا عايز أحكيها لكم قصة حقيقية. أستاذ سامح راجل مصري عادي خالص دخل يشوف موبايل مراته بالصدفة، لقى في رسالة بس من رقم غريب. قلبه وقع في رجليه، بدل ما يسأل بهدوء انفجر في مراته حاولت تشرح الرقم ده كان بتاع شغل، بس هو ما سمعش. ومن يومها حياتهم اتحولت لجحيم، اتحولت لمراقبة وتحقيق، وفي الآخر الطلاق كان أرحم من أي حاجة، وتم الطلاق فعلا. وفي قصة حقيقية حصلت برضه بس مع زوجة اسمها ست طيبة جدا. جوزها طول الوقت ماسك الموبايل، يضحك ويكتب ويبتسم ويرد على رسالة ويرد على رسائل تانية. ابتدت تسأل نفسها هو بيكلم مين؟ الشك أكل قلبها، بقت كل ليلة تفتش في الموبايل وهو نايم، وكل كلمة بينه وبين صحابه تتحول لغموض، لحد ما العلاقة بقت كلها سم والبيت وقع. الموبايل مش بس بياخد وقتنا، الموبايل يا جماعة ساعات بياخد ثقتنا منا وبين بعض، خلي أي كلمة عادية دليل، وأي رقم غريب خيانة. والشك لو دخل جوه بيت بيهده أسرع من أي خناقة كبيرة. والحل يا جماعة، الحل بسيط جدا. الحل حاجة بسيطة جدا بس احنا نعمل عليها ونشتغل عليها. أولا، الثقة ما بتتبنيش بالمراقبة، بتتبني بالراحة والصدق. ثانيا، اتفقوا على حدود واضحة، يعني الشغل شغل والحياة الشخصية تبقى واضحة مكشوفة. ثالث حاجة يا جماعة، لو في شك اتكلم، ما تخليش أسئلة جوه دماغك تكبر وتبقى قنابل تنفجر فجأة فينا. موبايل مش بس سبب الطلاق الحقيقي، السبب هو الفراغ اللي بينك وبين شريك حياتك، الفراغ اللي يخلي أي رسالة تبقى خطر. اسأل نفسك، أنت عايش مع شريك حياتك ولا عايش تفتش وراه؟ الجواب ده ممكن ينقذ بيت كامل. لو الحلقة عجبتك بجد اشترك في القناة علشان نكمل باقي الحكايات، علشان ننقذ بيوت تانية.